السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه النهاردة؟ هنقدم لكم طريقة عمل الكفتة. طريقة الحاتي، طريقة سهلة وجميلة، وهنشوف ازاي ما تقعش مننا في السيخ، وازاي تبقى هشة وطرية وتبقى نفس طعم اللي بره. اعملوا لي بس لايك وشير واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس لو انت اول مرة تشوفي قناتي. اهو هنقول النهاردة المقادير. ده اقل من نص كيلو لحمة، عشان احنا فردين بس، فده اقل من نص كيلو لحمة. لحمة مفرومة، وعليها شوية تالية، وده بصلاية كبيرة، ورش عليها شوية ملح عشان هصفيها واخد التفل بس بتاعها. ومعانا بيكنج باودر، هيخلي الكيكة هشة وطرية وجميلة. وده ملح وفلفل وشوية سكر وجوز الطيب وشوية كزبرة ناشفة وفلفل أسمر. ودي أقل من ربع كوباية برغل مغسول ومش منقوع. هناخد بقى المكونات كلها في بولة. هناخد المكونات هي كلها في بولة. وده يعني حتة توم بسيطة، لو انت مش عايزة توم براحتك، بس هي بتدي نكهة جميلة قوي للكفتة. هنيجي دلوقتي في بولة. هنجيب اهو بولة هننزل فيها اللحمة المفرومة بالشكل ده. وننزل البرغل، اقل من ربع كوباية برغل مغسول ومش منقوع. ودي حتة يعني فص توم واحد، لو انت مش عايزة براحتك، ما انا طحناه. وده ملح وفلفل وكزبرة ناشفة وشوية جوز الطيب وشوية سكر. بس ما بستخدمش اي مكونات تانية، بهارات تانية، علشان ما تضغطش على طعم اللحمة وتبقى عاملة زي نفس طعم اللي بره. ودوت اللي هناخد معلقة صغيرة من البيكنج باودر، بيخليها هشة وطرية وجميلة قوي وما تقعش مننا في السيخ. البرغل فايدته ان هو بيمتص كل السوائل اللي بتبقى في الكفتة، وبيخليها ما تقعش مننا. اهو البيكنج باودر، نستخدم معلقة صغيرة. وبعد كده هصفي البصل في المصفى من يعني هناخد التفل بس بتاعه، وهنشيل المية على جنب. هنستخدم بقى المية في استخدام تاني. هنحط فيه شوية زيت، مية البصل، وهنحط عليه ملح وفلفل، علشان لما نيجي نصبع الكفتة هندهن ايدينا بيه بالسائل دوت، ونصبع بيها الكفتة. اهو حطينا عليه ملح وفلفل وشوية زيت مية البصل. وهنستخدمها في استخدام اخر برضه اقول لكم دلوقتي عليه. اهو هنعجن دلوقتي الكفتة كلها في بعض، وهنخليها يعني هنقعد نعجن فيها قد 10 دقايق كده، اهو بالشكل ده، لحد ما الخيوط اللي فيها تبان. نعجن فيها مش اقل من 10 دقايق علشان تدينا نتيجة احسن. انا دلوقتي هجيب لكم دلوقتي المسن، او لو انت عندك سيخ صبع عليه. انا دلوقتي هصبع على المسن. هعوص ايدي فيه ميه البصل والزيت والملح والفلفل، اللي انا الخليط اللي انا عملته دوت، هعوص ايدي فيه. وهدهن السيخ علشان الكفته ما تلزقش فيه، وهدهن ايدي بحيث ان الكفته كمان تكون بتلمع بعد ما اصبعها. وانا دلوقتي برضه اقول لكم على خطوه حلوه قوي انا هعملها. هفرش تحت الكفته بطاطس. بصراحه طعم البطاطس دي، يعني انت ممكن تسيبي الكفته وتاكلي البطاطس دي اللي انا هفرشها لكم دلوقتي تحت الكفته. اهو المسن اهو، ده اللي انا هصبع عليه اهوت. ودي ميه البصل اللي انا هدهن ايدي بيها علشان اعرف اصبع الكفته. اهي هو البطاطس اهي اللي انا قلت لكم عليها، انا مقطعاها شرايح. طعم البطاطس دي فظيع والله العظيم، بجد جربوها. واللي هيتبقى مننا من ميه البصل، الخليط اللي احنا عملناه هنحطه عليها، هيديها نكهه فظيعه ميه البصل. اهي الكفته صبعناها على المسن، بص شكلها جميل ازاي. اهو ميه البصل هحطها على البطاطس عشان البطاطس تستوي معانا. ونحطها في الفرن على درجه حراره 180 او 190. هحط بقى ميه البصل اهو، هحطها على البطاطس.
بالشكل ده. هتعجبكم قوي والله، جربوا الطريقه دي، وبالذات جربوا طريقه البطاطس. ممكن تاكلوا البطاطس وتسيبوا الكفته اصلا. يعني طعم البطاطس بيبقى واخد من الكفته، وبيبقى واخد من ميه البصل، بيبقى طعمه فظيع. وهي استخدمنا ميه البصل وما رميناهاش. اهي الكفته خلصت معانا والله العظيم، طعمها روعه. احنا يعني كلنا الكفته كلها من جمالها، طعمها جميل قوي. والبطاطس برضو والله العظيم البطاطس كلناها كلها وطعمها فظيع، احلى من الكفته كمان. وانا عملت جنبها مكرونه، وهنزل لكم بوصفه المكرونه الحلقه الجايه ان شاء الله. الكفته هشه وطريه، وما وقعتش مننا في السيخ، وجميله قوي. والبيكنج باودر مخليها هشه وجميله قوي. جربوا الطريقه دي والله العظيم. انا كمان نسيت اقول لكم، طفيت فيها فحمايه. بولع فحمايه على النار واسيبها شويه على النار، وبعد كده اطفيها بشويه زيت واكمرها بغطا بحيث ان البخار ما يطلعش منها، ونسيبها قد 5 دقايق. هتبقى طعمها والله اكنك شويها على الفحم. يعني يا ريت تجربوا الطريقه دي، هتعجبكم جدا. ما تنسونيش بس في اللايك والشير. ولو انت اول مره تشوفي قناتي، فعلي الجرس واشتركي في القناه. كان معكم شيماء عادل من اكلات ومنوعات. شكرا.